السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بعينر. مقطعنا اليوم عن قضية غامضة تخص 4 طلاب شباب من جامعة ايداهو. هذا الفيديو بيكون مقسم لقسمين، القسم الاول هو تعريف بالقضية، والقسم الثاني كيف صارت الجريمة. فقبل ما نبدأ، اذا ما كنت مشترك اشترك ومشاهدة ممتعة. شخصيات هذه القضية هم 4 طلاب من جامعة ايداهو الامريكية. كايلي بنت عمرها 21، ماديسون بنت عمرها 21، زانا بنت عمرها 20 سنة، إيثان ولد عمره 20 سنة. الأربعة كانوا يعيشون في بيت مشترك يتكون من 3 طوابق في مدينة موسكو. ما أقصد موسكو الروسية عشان لا يجون الروس الحين يسووا لي تحديد. المدينة اللي أقصدها هي مدينة موسكو الموجودة في ولاية ايداهو الأمريكية. هذه المدينة تحسها كذا هادية روقان، ما فيها أي شيء، ما قد صار فيها أي جرائم قتل من 2015. في يوم 12 نوفمبر 2022 نشرت كايلي هذه الصورة مع أصحابها وكتبت: أنا محظوظة إني محاطة بكل هؤلاء الأشخاص. في اليوم الثاني انقتلوا 4 أشخاص في هذه الصورة، وكايلي كانت واحدة منهم. Based on details at the scene, we believe this was an isolated, targeted attack on our victims. We do not have a suspect at this time, and that individual is still out there. We cannot say that there's no threat to the community, and as we have stated, please stay vigilant, report any suspicious activity, and be aware of your surroundings at all times. الخبر كان جدا صادم. 7 سنوات الناس عايشين فيها بروقان بدون جرائم بدون شيء، فجأة يقومون على خبر من الشرطة يحذر السكان ان في قاتل متسلسل بينهم. الجريمة كانت جدا سيئة. القاتل المجهول استخدم أداة حادة للضحايا ال4 في هذا البيت. ما قدروا يحصلون القاتل ولا سلاح الجريمة ولا أي دليل ياخذهم له. الضحايا ال4 كانوا كايلي وماديسون وزانا وإيثان. في شيء لازم نذكره، إن ما كانوا هم ال4 بس اللي ساكنين في البيت، في شخصين زيادة وهم بيثاني وديلان، ظهروا في نفس الصورة اللي نزلتها كايلي في قبل موتها بيوم واحد. بس السؤال اللي يسأل نفسه، وين كانوا وقت صارت الجريمة؟ البيت عبارة عن 3 أدوار. الدور الأرضي لبيثان وديلان، والدور الثاني لزانا وإيثان، والدور الثالث لكايلي وماديسون. بيثاني وديلان يقولون إنها كانت ليلة جدا عادية، وكانوا نايمين نومة حلوة وما سمعوا أي صوت أبدا في هذه الليلة. يوم صحوا في اليوم اللي بعده انصدموا باللي شافوه في الدورين اللي فوق. من قوة الصدمة جاهم إغماء ودوخ، وبعد فترة اتصلوا بالشرطة. Know how this happened or anything else at this time. Moscow police say they responded to the area around noon Sunday after they had reports that someone was unconscious. When officers arrived, they found the 4 victims dead. البيت فيه كلب حراسة، ما حد سمع صوته في هالليلة، والبيت مؤمن وعليه قفل بأرقام سرية وما حد يقدر يدخل البيت بسهولة. الشخصين الخامس والسادس ما حسوا بأي شيء. كل هذه العلامات كانت بداية سلسلة من الألغاز في هذه القضية الغامضة. كل الأنظار بتتجه للشخصين الخامس والسادس، وإنهم ممكن اللي سووا كل هذا، بس لا، ما راح نضمن. كان في شهادة لمستأجر سابق في نفس البيت أكد إنه كان ساكن في الدور الأرضي مكان الشخصين الخامس والسادس قبل ما يسكنون هم، ووقتها ما كان يسمع أبدا أي أصوات من الطابقين اللي فوق. وبعد تحقيق الشرطة تأكدت فعلا إن هالكلام صحيح. وبعد ما أعلنت الشرطة إن في قاتل متسلسل، انشغل الرأي العام ووسائل الإعلام بالحادث، وبدأت الناس في السوشيال ميديا يسوون تحقيق تعاوني في هذه الحادثة. وصل هذا التعاون إن زود الشرطة بكثير من المعلومات المفيدة، ولكنه فتح الكثير من الألغاز. هل فعلا هذا القاتل متسلسل؟ And with the online community, they may be able to triangulate some details between photos that may go missed by the detectives on the case. So in one circumstance, it is highly effective to have that many more eyes that could point out something that's critical to the case. Links were suggested with a series of murders in neighboring states. In Pullman, Washington, 2 women were stabbed in their apartment in the early hours of the morning back in 1999. While just a year before the Idaho 4 case, 2 people were stabbed again in the early hours of the morning, as well nearby in Boston. كان الوضع كل شخصين مع بعض. كايلي ومادي، زانا وإيثان، بيوثني وديلان، كل واحد طالع مع الثاني، ورجع للبيت معاه ما بين الساعة 1 إلى الساعة 2 الفجر. المحققين بحثوا عن كاميرات مراقبة ترصد خط سيرهم، ولكن ما لقوا إلا لقطة واحدة انتشرت. اللقطة هذه فيها كايلي ومادي قبل ما يرجعوا للبيت بساعة، وكانت عن طريق بث في منصة تويتش، واحد مسويه من الطباخين اللي بيع مأكولات بالشارع. Hi. Hello. Hi. Welcome back. Thanks. I think I would like the
The carbonara. Okay. But if I have like a free grub truck on my like app. Oh, yep. So what you want to do is we'll actually do this. There you go. Thank you. Absolutely. الواضح ان كيلي ومادي طلبوا اكل من هذا المكان، بس كان في شيء جدا غريب. لو تلاحظون في شخص ظهر خلف البنتين وكان يراقب، كان يتحرك معهم بنفس الاتجاه، وبنهاية التسجيل البنتين طلبوا تاكسي وراحوا، وقام هذا الشخص اشر عليهم ويتكلم مع شخص ثاني ولحقهم. كانت هذه اللقطات بداية لربط الخيوط واكتشاف القاتل. الشرطة وصلت لهذا الشخص ولكنها استبعدت اتهامه بسبب عدم كفاية الأدلة. سائق التاكسي نزل البنتين عند البيت تقريبا على الساعة 2 صباحا، ومن هذا الوقت حتى الساعة 3 صباحا صارت أمور هامة في البيت. طبعا كلهم الواضح أنهم كانوا نايمين إلا كايلي ومادي. الشرطة حصلت أن كايلي اتصلت على حبيبها السابق الأكس حقها جاك أكثر من 5 مرات، وكان في اتصال عليه ثاني من جوال مادي. جاك ما كان يرد على كايلي وحاولت تدق عليه من جوال مادي، وكانت آخر مرة الساعة 2:54 صباحا، وبعدها ما دقوا عليه مرة ثانية. كانت من بين الضحايا الأكثر تعرضا للطاعة، والأشد من بينهم كايلي، وهذا يعطي احتمال أنها المستهدف الرئيسي، ويمكن حبيبها السابق جاك هو القاتل. أحد الضحايا زانا وجد في يدها آثار دفاعية كأنها حاولت تقاوم القاتل، وبالأغلب هنا راح يحصلون حمض منوي يوصلهم لهوية الجاني. بس القاتل كان أذكى منهم في هالمرحلة وأخذ كل شيء، وأضعف احتمالية أنه يكون جاك القاتل، لأن الجرائم العاطفية من هذا النوع غالبا اللي يسويها ما يكون عنده كل هالمهارات والخبرة انه ما يخلي شيء وراه. والشرطة ما قصرت وجابت جاك وحققت معه واستبعدتها من التهمة. ونرجع لقبل شهرين، كايلي ارسلت بلاغ للشرطة ان في واحد دائما يطاردها بعد نهاية الدوام. هذا المشتبه كان مطلوب، والشرطة وصلت له واكتشفت انه مجرد واحد مهووس، ونزلوا عنه التهمة. وفي بلاغ وصل للشرطة قبل شهرين ان في ضوضاء من البيت اللي كانوا يعيشون فيه الضحايا. So everyone here is trespassing? Well, no one's here that's trespassing, but no one that lives here is here right now. So where'd they go? They're just not here. I have no clue where they went. No clue. So you guys just throwing a party in their house at this They were time? here at one point. They're not here right now. I just searched all the rooms. They left and went over to some other party. We just need to talk to somebody who lives here, because otherwise I have to be under the assumption you guys are unlawfully entered because no one who lives here is here. الشرطة لما وصلت حصلت ناس غير الضحايا موجودين فيه، استجوبت أكثر من 100 شخص، وكلهم كانت تشوف إنهم أبعد مما يكون إنهم يسوون هالجريمة. الشرطة تعتقد إن الجريمة صارت ما بين الساعة 3 صباحا إلى الساعة 6 صباحا، ويقول أحد الشهود بالمنطقة إنه حصل الباب الخلفي للبيت مفتوح على الساعة 8 صباحا، وهذا يعني ان المجرم قاعد لفترة. والشرطة وصلها بلاغ الساعة 11:58 من الشخصين اللي كانوا مغمى عليهم كل هذا الوقت. في صدفة غريبة صارت بيوم الجريمة بس انها مهمة. كانت الشرطة تتمشى بالمدينة في مكان قريب من البيت على الساعة 3 صباحا، يعتقد في هذا الوقت كان القاتل يسوي جريمة. الشرطة بجولتها هذه شافوا اشياء ممكن تكون مهمة للقضية. اولها انهم حصلوا شباب سكارى قريب من البيت. ثانيا عدسات الشرطة التقطت البيت وكان قدامها سيارة هونداي الانترا بيضة، واضح انها موديل 2012. هذه السيارة ما كانت موجودة أبدا بالمكان لما وصلت الشرطة بالصباح، وغير معروف صاحبها. الشرطة طلبت الإفادة بأي معلومات عن هذه السيارة. ثالث شيء والأهم، وقت ما كانت الشرطة تتكلم مع الشباب ظهر من بعيد أشخاص قاعدين يركضون أو يهربون من اتجاه البيت، ممكن القاتل من ضمنهم. بعد فترة من ما صارت هذه القضية، الشرطة صدمت كل الناس وأعلنت إنها قبضت على المشتبه الرئيسي به في ولاية بنسلفانيا، وهو براين كوهبيرجر، عمره 28 سنة، طالب دكتوراه في قسم العدالة الجنائية وعلم الجريمة
الجريمة ومدرس مساعد بجامعة ولاية واشنطن اللي تبعد 15 دقيقة بالسيارة عن مدينة موسكو اللي صارت فيها الجريمة. وبعد التحقيقات الشرطة تعلن رسميا توجيه تهمة القتل العمد لبراين، وهذا يعني ان القضية انحلت. الأغلب بيسأل كيف انمسك المجرم. أول شيء هو كان يدرس في جامعة ولاية واشنطن في مدينة بولمان، وبينها وبين المدينة اللي صارت فيها الجريمة 15 دقيقة بالسيارة. ثاني شيء الدليل الأبرز على اتهام براين هو نوع سيارته. الشرطة كانت تبحث قبل عن سيارة الانترا 2012. براين عنده نفس مواصفات هذه السيارة، والغريب غير عنوانها بعد وقوع الجريمة ب5 أيام، والشرطة نشرت هذا التسجيل بعد ما مسكوه. ونشوف بوضوح ان سيارته الانترا مطابقة الوصف، اللي واضح ان الشرطة وقفت براين بهدف مراقبته، لكنهم اوهموه بانه كان يسوق السيارة بسرعة عالية عشان كذا وقفوه. براين وقت هذا التسجيل كان مع ابوه ومتجهين الى بيتهم في ولاية بنسلفانيا البعيدة. الشرطة كانت تراقب وتعقب تحركات 22,000 سيارة الانترا من هذا النوع، ويوم راقبوا براين لقوا شيء غريب. لما وصل بيته في بنسلفانيا طلع براين قفازات وبدأ ينظف سيارته في هذا الجو البارد. بعد ما خلص أخذ أكياس قمامة وحطها في سلة الجيران مو بسلة بيتهم. هذه التصرفات أثارت الشكوك عند الشرطة، وأخذوا عينة من أكياس القمامة ولقوا فيها حمض أبوها النووي. Interesting things that haven't come out in the affidavit. They're staked out in Pennsylvania at Brian Kohlberg's house, at his family's house, in a very rural area. And the surveillance team that's watching from a pretty great distance sees him come out and clean the car from top to bottom, inside and out, using surgical gloves to handle items. والمفاجأة أن الحمض كان يتطابق بنسبة 99.98% مع الحمض النووي اللي لقوه في مسرح الجريمة، وهذا كان دليل للاشتباه في براين. انمسك ومثل قدام المحكمة في بنسلفانيا، وخلال استجواب القضية له كان دائم يجيب بالنفي وإنه مو هو المجرم، وطلب بعملية تسريع نقله إلى سجن أيداهو ومحاكمته بسرعة لأنه بريء. القاضية قالت له ترى في ولاية أيداهو عقوبة الإعدام سارية. رد وقال لها أعرف هذا هو تخصص. المهم بعد يومين نقلوه إلى ولاية أيداهو. بعد ما نقلوه أفسحت الشرطة عن مذكرة الاعتقال، وهنا بندخل في الأوراق والأدلة اللي تسببت في اعتقاله. كشفت المذكرة حقت الشرطة عن شغل كبير كان يصير خلف الستار، وطلع الكلام اللي قلناه كله قبل شوي مختلف مرة عن اللي عند الشرطة. ملف المذكرة عبارة عن 18 صفحة تم تقديمها للمحكمة، احتوت على كل التفاصيل اللي قادتهم للوصول إلى براين واعتبروه إن المشتبه الرئيسي، وكانت التفاصيل والمعلومات الموجودة خاصة بس للشرطة وجهات التحقيق، حتى إن عائلات الضحايا ما يعرفوها. المعلومات اللي عند الشرطة كان مكتوب إن واحدة من الناجيتين ديلاني وبيثاني كانت مصحصحة وقت الجريمة، وما كانت بالطابق الأرضي، كانت في نفس طابق زانا وإيثان ولكن بالغرفة الثانية. تقول المذكرة إنهم كانوا في البيت على الساعة 2 ومتوزعين بالطوابق على الشكل هذا. الثالث كايلي وماديسون بغرفة واحدة، الثاني في زانا وإيثان بغرفة واحدة زائد ديلان بغرفة ثانية، والأرضي في بيثاني فقط. طبعا كلهم انقتلوا باستثناء ديلاني وبيثاني. الشرطة كان عندها إمكانية توصل لتتبع نشاط الهواتف الطلاب، وكان ظاهر لهم إن آخر نشاط لمادي وكايلي على جوالاتهم تقريبا الساعة 3، وهذا وقت ما كانوا يحاولوا يتصلون على حبيب كايلي السابق، وواضح بعدها ناموا. إيثاني وديلان وبيثاني ما ذكرت المذكرة شيء عن هواتفهم، وعلى ما يبدو كانوا نايمين. لكن زانا قالوا إنها استمرت صاحية للساعة 4 فجر وطلبت أكل ووصلها خلال 10 دقائق، وكانت تستخدم التيك توك على الساعة 4 و12 صباحا. بعدها الجوال توقف عن النشاط. في مذكرة الشرطة مكتوب ان ديلان قامت من النوم ما بين الساعة 4 الى الساعة 4:15 وسمعت صوت غريب وكأنه شخص يبكي. ديلان قالت انها فكرت كايلي جالسة تلعب مع كلبها، بس انها سمعت بعدها صوت صراخ وواحدة تقول شخص ما هنا. ديلان قالت انها راحت وفتحت شوي من باب الغرفة وما شافت اي شيء ورجعت لسريرها ونامت، لكن بعدها بدقائق سمعت صوت شخص يتألم وكأنه يحتضر، وجاء بعدها صوت الرجال يقول لا تقلق بساعدك. ومكتوب انها على الساعة 4:17 جهاز مراقبة قوي عند الجيران انتقد صوت كلب ينبح وصوت شخص يتألم. ديلان قامت للمرة الثالثة وناظرت من فتحة الباب إلا وتشوف شخص متلثم داخل البيت مر من جنبها وبعدها طلع من الباب. تتوقع ديلان انها ناظرت في عيون هذا الشخص والمفروض انها شافها بس تركها. هذا يخلي الناس تتوقع ان المجرم مستهدف الضحايا، ولكن المحققين يقولوا انها ما لاحظ. كان في غضب شديد من الناس من ناحية ديلان لأنها سمعت وشافت كل هذا في وقتها، وما وصل البلاغ إلا الساعة 11:58 صباحا، يعني بعد الجريمة ب8 ساعات. ولكن ديلان فعليا كانت تشوف فيلم رعب. That very well may have been the case with her. I know a lot of folks are sort of upset with her for not calling the police, but it's really hard to put yourself in a situation like that. And I'm not sure that at the top of her mind she had thought that, 4 of her roommates had been murdered.
هذا ببساطة اللي خلاها تتجمد وتتعرض لصدمة بالغة خلتها ما تستجيب لا جسديا أو عقليا بشكل لا إرادي. رصدت كاميرات المراقبة وصول سيارة الانترا هونداي بيضة بجنب البيت الساعة 4:04 ورصدت مغادرتها المكان الساعة 4:25، وهذا يعني ان المجرم ما اخذ غير ربع ساعة بس عشان يسوي جريمته، وهذا يعتبر وقت قياسي خصوصا ان الجريمة كانت بواسطة سكين مو بسلاح او مسدس. لكن في نفس الوقت تنفيذ الجريمة خلال هذه المدة تعني ان المجرم كان يخطط لها. ذكرت الشرطة ان في شهر اغسطس براين تلقى مخالفة مرورية وسجل رقم جواله، واكتشفوا من تعقب رقمه ان براين تواجد 12 مرة باماكن قريبة من بيت الضحايا قبل الجريمة. الواضح ان براين كان يراقب ويخطط العملية من 3 شهور او اكثر، لان الشرطة ما قدرت تتعقب جواله قبل شهر اغسطس. الشرطة حصلوا جوال براين كان مغلق وقت الجريمة، وبعد الجريمة بساعة انفتح وظهر انه كان بالطريق السريع مش مطلع في هذا الوقت. والغريب انه على الساعة 9:12 صباحا تعقبت الشرطة جوال براين وظهرت انه كان موجود جنب البيت، وهذا يعني ان براين رجع مرة ثانية لمسرح الجريمة، واخر اشارة تم التقاطها للجوال كانت باليوم الثاني بعدها قفل جواله. براين قدم طلب على بداية شهر نوفمبر بالعمل مع قسم التحقيقات لشرطة واشنطن كطالب معد للدكتوراه. البعض ربط هذا الامر على انه كان يحاول ينضم للشرطة قبل لا يسوي الجريمة ويكون قريب لقسم التحقيق ويقدر يحجب كل الشكوك. الشرطة في المذكرة وصلت لمسار تتبع سيارة براين، جمعت كل لقطات كاميرات المراقبة في ذاك اليوم، وحصلت ان براين كان في بولمان وهي مدينة تبعد عن الجريمة 15 دقيقة، بس انه اخذ مسار مدة 1.25 ساعة من مسار الغابة، وهذا شيء غريب. يعني ليش اختار يقطع كل هالمسافة الطويلة اللي بعد الشبه؟ واخيرا لقت الشرطة سكين جلدي عليه شعار البحرية الامريكية في غرفة مادي وكايلي. البعض يتوقع ان المجرم استخدم عشان يوضح للشرطة ان اللي سوى الجريمة واحد من مشاة البحرية، لكن الغير متوقع انهم حصلوا فيه على الحمض النووي اللي كان يتطابق بنسبة كبيرة مع ابوه. وبكذا اكون لخصت مذكرة الاعتقال اللي عند الشرطة. في بيان طلع ان في ادلة اضافية ما راح يفصحون عنها الشرطة لحد الان. الشرطة تحجبت عن بعض الشهادات واخفت بعض التفاصيل للحفاظ على سلامة بعض الناس. البعض رجح ان الجريمة هذه ممكن تكون كبيرة ووراها عصابة مو شخص واحد. الناس في الانترنت بدأوا فصفصة مذكرة الاعتقال ولبط النظريات بينها وبين بعض، محاولة انهم يعرفون دوافع المجرم وراء هذه الجريمة. البعض ومنهم صحفيين يعتقدون بان المجرم كان يهدف انه يصير قاتل متسلسل عبقري. صاحب هذا الرأي يشوفون ان في اشياء ظهرت على الانترنت متعلقة بالجريمة كانت مثيرة للجدل وكأنها توحي ان المجرم فخور بفعلته، مثل هذا التعليق على موقع فورتشان اللي يسمح لك تكتب اي شيء بهوية وهمية. يقول صاحب التعليق انه قتل كيلي ومختبئ في الغابة وبيروح بنسلفانيا. الغريب انه براين وقت الجريمة كان رايح بمسار الغابة وبعدها توجه الى بنسلفانيا. كيلي كانت اكثر الضحايا اصابة بالجروح والطعنات، حتى البعض توقع ان الهدف الرئيسي للمجرم من طريقة موتها. تتوقعون هذا كان الشيء الوحيد المثير للجدل؟ طبعا لا. كان في حساب على موقع ريدت اسمه انسايد لوكينج وصورته مشابهة لشكل براين. كان هذا الحساب شغال تصحيح لاشياء تخص القضية. بعد نشاطات هذا الحساب في الصورة الاولى مجموعة من المستخدمين يتكلمون ان المجرم يعيش بنفس الحي، ولكن صاحب الحساب يرد ويقول لهم نسبة انه يعيش بالحي 0%. وفي الثانية يقول ان الانترا السيارة اللي راح يكون لها اساس هام في القضية وهي المفتاح. وما انسى هذا الحساب اللي اكتشفوه الناس على ريدت اول ما انقبض على براين. كان الحساب ناشر اسم براين كهوبرغر، هو نفس اسم المتهم، ويبغى يسوي دراسة وافقت عليها الجامعة المطلوب ان يشارك فيها الاشخاص اللي قد ارتكبوا جرائم قتل ويفسرون كيف اثرت مشاعرهم لارتكاب الجريمة. هذه هي الاسئلة الموجودة في الدراسة. يسأل المجرمين ليش اختاروا هذه الضحية وايش خطر على بالهم بعد الجريمة. الاسئلة مرعبة، وفكرة ادعاء ان الجامعة وافقت على هذه الدراسة مخلي الكثير يستبعد ان القضية فعلا ما وراها شيء كبير. هذه الحسابات توقف فيها النشر بعد القبض على براين، ولكن كانت فيها اشياء ثانية مثيرة للجدل على الانترنت، والتعمق فيها يمحي فكرة ان المجرم مجرد سايكوباثي ويحول هذه القضية الى جريمة كبيرة تستحق كل هذا الاهتمام، وممكن هذا السبب اللي خلى الشرطة ما تفصح عن جميع المعلومات. بعض الناس اكتشفوا سر غريب. زانا مكتوب بالمذكرة انها طلبت اكل وصل لها الطلب كان من مطعم جاك اللي يقفل في منطقتهم قبل الساعة 9 مساء، ومكتوب في المذكرة انها استلمت الاكل الساعة 4 صباحا. في شيء غريب بخصوص هذا الطلب. في احتمالات على هذا الطلب. الاول ان الطلب طلبه شخص ثاني وهي بس استلمت، او ان الشخص اللي وصل الطلب متعاون مع المجرم ويمكن يكون للامر صلة بشخص ثاني من البيت. وطبعا بثاني البنت الثانية اعطت الشرطة شهادتها بس حجبتها الشرطة لاسباب تتعلق بسلامة التحقيق. وبعد ما انمسك براين حدد القاضي جلسة الاستماع الاولية لبراين في المحكمة على يوم 26 يونيو، ومن المتوقع انها تستمر 5 ايام. والى هنا نكون وصلنا نهاية القضية. طبعا في اشياء كثيرة ما وضحوها بس بتوضح في الفترة الجاية، مثل انه ليش اختار هالضحية بالضبط وايش السبب. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان
عجبكم اكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات عن القضية، واذا في تحديثات لها بنزل لكم عنها. وبس هنا نكون وصلنا نهاية المقطع. كل الشكر والتقدير للداعم الخفي ياسين. اشوفكم بالمقطع الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.